السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. يلا فطار ونعمل مع بعض كده فطار حلو وسهل وسريع وطعمه بيكون حلو. نزلت ابني كده الفرن جاب لنا الباتيه ده نفطر بيه او كرواسون. وطبعا كلنا عارفين لما احنا بنفتحه من جوه ما بيكونش فيه جبنه خالص، هو المفروض ان هو باتيه بالجبنه او مثلا كرواسون زي ما انتوا بتقولوا بقى. المهم ان هو بيبقى من جوه ما فيش فيه جبنه خالص. انا فتحته معاكم اهو، هنشوف ما فيش فيه اي كميه جبنه الا يا دوبك حاجه بسيطه. فقلت كده ايه نعمل فيه سندوتش حلو او نعدل فيه ونعمل حاجه للفطار حلوه. لميت بقى اي حاجه عندي كانت في التلاجة، اي بواقي بقى، إيه، جبنه فيتا، لانشون، جبنه رومي، قرن فلفل. وبدات كده ان انا بقى ايه هعدل فيه شويه ونعمل فيه كده سندوتش طعمه حلو. وكمان كده كان عندي قطايه جبتها، يعني اي حاجه عندك في التلاجة هاتيها هتمشي حالها وكان يكون طعمها حلو. كمان تغيير في الفطار، احنا طبعا ساعات بنقوم كده مش نفسنا جايبه حاجه معينه، فاعملي لنفسك فطار كده يفتح نفسك. جهزنا بقى كل حاجه وقطعت الطماطم والفلفل، ويلا بينا بقى نجهز السندوتش بتاعنا. هنعمل سندوتش سهل وبسيط وكمان طعمه حلو جدا. واي بقى جبنه، اي بقى عندي جبنه، عندي جبنه فيتا، جبنه موتزاريلا، جبنه اللي هي المثلثات، حط اي انواع جبنه في السندوتش مش هيقول لا، وفعلا بيكون طعمه حلو جدا وتغييره وفعلا بيفتح النفس. الحاجات الحلوه دي او الافتكاسات اللي احنا بقينا بنشوفها، الترندات اللي بتنزل الكتير دي، فعلا بيكون طعمها حلو وبتفتح النفس. وزي ما انا قلت لكم هي اصلا بتهيه كده، انكلتيها تبقى عامله زي القرصه ما فيش فيها اي جبنه ولا اي حاجه. فاحنا هنعدل فيها وعملناها سندوتش طعمه حلو وشكله حلو. عينينا وبقنا هياكلوا حاجة حلوة، يعني ايه، العين دايما بتشوف قبل ما بناكل. فهنخلي عينينا تشوف حاجة حلوة ان احنا ناكلها ويكون طعمها حلو وشكلها حلو. كان عندي كده لانشون، حطيت على كل واحدة شريحة كده من اللانشون. وهبدأ بقى انزل بالفلفل بتاعي اللي انا قطعته كله. الفلفل بيكون طعمه حلو في السندوتشات دي. وهنزل كمان بشرايح الطماطم زي ما انتوا شايفين. إيه، لو ما كنتش هحط جبنة رومي كنت ممكن احط شويه ملح على الطماطم، بس انا كنت هضيف جبنه رومي. طبعا الجبنه الرومي كلنا عارفين ان هي بتبقى مالحه شويه، فانا مرضتش ان انا اضيف بقى اي ملح خلاص. لو مش هتحطي جبنه رومي حطي ملح، حطيتي جبنه رومي ما تحطيش ملح. وطبعا برضو لو ضفتي جبنه موتزاريلا حطي ملح عشان الجبنه الموتزاريلا ما بتكونش حادقه. في الوقت ده ممكن نكتفي بالسندوتش كده يا بنات مع كوبايه الشاي. لو انت حابه السندوتش كده هناكله وهيبقى طعمه حلو جدا برضو ومفيش فيه اي حاجه. بس انا حبيت افتكس في السندوتش شويه او اعزز الطعم بتاعه شويه، فطبعا بقى معلقه السمنه البلدي. وجبت الطاسه الحلوه بتاعتي ونزلت كده فيها بالسندوتشات اللي انا عملتها. التحميصه الاخيره بتاعه السمنه البلدي دي او بتاعه السندوتش بتفرق وبتخلي طعمه في حته تانية. بس لو انت حابه ان انت ما تحمصيش السندوتش وتاكليه كده، السندوتش تمام ومفيش فيه اي حاجه. بس انا عن نفسي انا بحب التحميصه دي وبحب طعم السمنه البلدي في تحميصه السندوتشات. فانا حمصت السندوتش لان فعلا بتديله طعم حلو جدا. وفي الوقت ده كنت مهديه النار خالص عشان بقى لو جواه اي جبن تسيح جواه اي حاجه. فهدي النار بقى واعملي كوبايه الشاي بتاعتك وجهزي نفسك لما السندوتشات تتحمص. فعلا طعمها حلو. إيه، تحسي كده ان انت بتاكلي حاجه وانت مبسوطه وانت فرحانه. فالحاجات دي بتفرق جدا كمان مع اولادنا جدا. ساعات ولادنا لو قلت لهم كلوها كده او كلوا سندوتش جبنه، هتحس ان هم مش هيكملوا السندوتش. هتحس برضو ان هم مثلا لو اديتهم البتيهيه كده مع شويه شاي او شويه شاي بلبن او كوبايه لبن مش هيرضوا ان هم ياكلوها. انما ولادنا لما تعملوا لهم الحاجه بالطريقه دي او تكسلهم في اي سندوتش اي حاجه على اي حاجه، لما يشوفوا شكل السندوتش كده هياكلوه فعلا لان فعلا كان شكله حلو. ولما نيجي نقدم السندوتش بتاعنا وتشوفوه هتلاقي فعلا ان السندوتش طبقات كده معموله. وولادنا دايما بتحب تلجأ للاكلات اللي هي التيك اواي اللي هي بتبقى بره. ففرحي ولادك على قد امكانياتك، على قد اللي موجود عندك في البيت. اعملي حاجه سهله وسريعه ما تاخدش وقت. عملنا كوبايه الشاي والسندوتشات بتاعتنا اتحمصت وبقت ريحتها جميله. هتشوفوها معانا دلوقتي سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت. كل الحكاية بتهيأ من الفرن وفرحت ولادي بأقل الإمكانيات وعلى قد ظروفي والحمد لله. وزي ما أنا قلت لكم السندوتش جميل جدا، مقرمش من بره كده ومتحمص، بس من جوه جوسي وطري وجميل قوي زي ما انتوا شايفين. بدأنا بقى ان احنا نقطعه. الطماطم بقى مع اللانشون مع الجبنة الرومي مع الفلفل مع الجبنة الفيتا عاملة طعم حلو. والسندوتش عم شايفينه عامل ازاي طبقات. فعلا جميل يا بنات. فطار سهل وسريع.
ارضي ولادك واعملي لهم حاجه حلوه ياكلوها في البيت، عشان كلنا عارفين ان ولادنا دايما بتلجأ الحاجات دي وبيحبوا الحاجات دي، والحاجات دي بتفرحهم قوي وهم بيحبوا ياكلوها. فاعملي لهم حاجات بسيطه سهله وسريعه، وفطار مش مكلف ومش هياخد منك وقت. كده كده الجبن والحاجات دي متوفره عندنا على طول في التلاجة. فاما انا اروح اجيب بتهية من الفرن واعمل سندوتش بالمنظر ده وبألف هنا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، وهتوحشونا.